بيقول لك يا عبد الناصر قول للاستاذ سعد انا سعيد والله بتفاعل الناس. انتر جروب توريد ورق واحبار وماكينات واستوديو فصل الوان موديلات قديمه تم استدعاها كانها جديده بملايين الجنيهات وفات وقتها. وفي فتحي عبد الحميد الشرقاوي مدير عام مطابع الاهرام التجاريه، ده اللي بعت لي الرساله. بيقول الشرقاوي؟ الاستاذ فتحي عبد الحميد الشرقاوي. الاستاذ فتحي الشرقاوي اساسا كمدير عام والله انا سعيد بشكرك يا استاذ فتحي على هذه المعلومه. بيقول لك ما تنساش انتر جروب توريد ورق واحبار وماكينات واستوديو فصل الوان، جابوها انها جديده وكلها طلعت موديلات قديمه، ودي بملايين الجنيهات ضاعت على الاهرام. صح. ده راجل محترم. ده راجل كان مدير عام ويعلم انتر جروب رغم انه اسبق. حسين عبد العال يعلم قصه انتر جروب. حسن توفيق يعلم قصه انتر جروب. طيب الاستاذ خالد مخلص، موسى الرشيد يعرف. الاستاذ خالد مخلص والاستاذ مصطفى النادي جايبين لك مجمل شركات انتر جروب التي انت تسميها مشبوهه في علاقتها مع الاهرام اللي انت قلتها في الاول. ماشي. دي اسماء كل الشركات السبعه. كل الشركات السبعه اللي هي السبعه، واجمالي راس المال مجموع محطوط راس المال ومحطوط ارقام السجلات التجاريه. طيب يا عبد الناصر كمل مع ضيفك. ومن افسد لابد ان يعاقب. بدر عبد الجليل بشكرك يا عم بدر. يا عم الاسترداد ما سرق وما تم بيعه من اراضي ومصانع بسعر بخس وما حدث في الأهرام وغيرها ما بني على باطل فهو باطل. حكومة فاشلة كانت في قراراتها ونظام فاشل، وربنا هينصر الحق لمصرنا. ماشي، يا ريت تقول لنا بس اسمك. يا ريت تقول لنا اسمك. واحد تاني بيؤكد ان الكابتن حسن حمدي بريء حتى يقول القضاء كلمته ويدينه. اتفق معاك كليا وجزئيا. اتفضل. دي المقالة الثانية اللي نزلت في الفرسان. حسن حمدي بيطالبني ب50 مليون جنيه تعويض، بالظبط زي ما اكون انا اللي سرقت الاهرام، زي ما اكون انا اللي نهبت اموال الاهرام. الراجل اتعود على الملايين، الالاف دي ما يعرفهاش. طب انا هستاذنك، عندي كثير من التليفونات، ممكن اخد مجموعه تليفونات يا استاذ حسام، استاذ خالد مخلص، ممكن اخد مجموعه تليفونات لاني انا مش عايز ارض الرسائل على حساب التليفونات عشان ما ازعلش حد. ومعايا كم فاكسات كتير جدا جاي لي من بعض الناس، مش عايز اخذل حد، برضه هقول بعض الفاكسات لاني قدامي على ما اعتقد 10 دقائق. فخليني ابدا بالتليفونات يا استاذ خالد. استاذنك اخد مجموعه تليفونات معاك يا استاذ سعد. مين معايا يا حسام؟